ازيكم؟ خدوا بالكم بليز عشان دي غلطات عملت فعلا اوفر دوز لاكتر من طفل. لازم ننبه عليها ونوصلها للامهات. اول حاجه، لو الدكتور كتب لك دواء الاطفال بالملي، 1 ملي، هو يقصد بيه هو 1 سنتي بالسرنجه. في امهات بتفتكر انها لازم تحول من ملي لسنتي فمحتاجه تضرب في 10. ده مش حقيقي. انت بتحولي من ملي لسنتيمتر مكعب، لان دي وحده احجام، السرنجه وحده احجام. فبالبلدي كده، لو الدكتور كتب لك مثلا 3 ملي، يبقى انت هتجيبي سرنجه الاطفال العاديه وتدي لغايه رقم 3 في السرنجه عادي. عند شرط ال3 عادي، مش هتغيري، تدي كده لغايه هنا 3 كده، وتدي الطفل ال3 ملي هم ال3 سنتي. قالك ادي 5 ملي، يعني يقصد ايه؟ 5 سنتي بالسرنجه، ما تضربيش في 10. تاني حاجه بالنسبه للفي دروب، كلكم بيبقى عندكم مشكله في ان انتوا تدوا الطفل 4 نقط، ما بتبقوش عارفين المفروض 4 نقط دول يعني كام. خدي بالك يا حبيبتي، القطاره اللي هي لغايه علامه ال1 دايما في اغلب الادويه المفروض ان هي بتكون حوالي 20 نقطه. في اغلب الادويه القطاره يعني لغايه الملي هنا، بس مش عايزه ابوظها، اوكي، لغايه الملي هنا دي عباره عن 20 نقطه. انما الفي دروب بالذات وبعض الادويه الاستثناءات بيكون اكتر. فلغايه علامه ال1 هنا هي 28 نقطه، يبقى لغايه علامه النص هي 14 نقطه، يبقى لغايه علامه الربع هي حوالي 7 نقط. فانا لو عايزه ادي ابني ومش عارفه انشن واقعد ادي 4 نقط، لان ساعات بتبقى صعبه وهم بيفتحوا بقهم بالعافيه، فروحي لغايه الربع واقل منه سنه ودي. كده كده اصلا بعد ما بتدي بيفضل شويه قاعدين جوه كده، فانت هتبقي في الجرعه المظبوطه. خدي بالك جرعه الفي دروب مسموح بيها من اول 4 نقط لغايه 12 نقطه. فانت لو بدل ما تدي 4 نقط اديتي 6 نقط، هي مش حاجه، مش ازمه، ما تقلقيش منها، بالعكس ده يعني ايه، احنا عشان احنا كمصريين فيتامين د اللي عندنا قليل قوي، فال ف ف فال6 نقط دول حلوين، خصوصا ان احنا كامهات كمان ما بنتعرضش للشمس. المشكله ان انا اعرف امهات كتير بتدي بالبركه، وبتدي انها بتملى القطاره وتفضيها كلها في فم الطفل كل يوم، فبنكتشف بعد شويه ان دي اوفر دوز، يعني جرعه زياده من الفيتامين د. الحمد لله هي بعد الشر مش قاتله، بس هي مش صح. فايه ساعتها بنعمل ايه؟ بنوقف الفيتامين د فتره، وبنبلغ الدكتور بحيث يتابع الفيتامين د والكالسيوم عند الطفل، او يشوف لو في اي علامات من زياده الكالسيوم ويظبطها. خلاص، فما تتخضيش، بس تاخدي اكشن لو انت كنت بتعملي كده. تالت حاجه غلط مهمه جدا، التحويل من الشرب للنقط. يعني مثلا ده مثلا ستال شرب، انا مثلا ابني كان قبل كده بياخد ستال نقط، لما اجي احول من النقط للشرب اوعي تفتكري ان هي نفس التركيز. النقط بتتعمل بطبيعتها اتقل، مركزه اكتر. فلو انا مثلا ابني بياخد ملي من هنا، مش هينفع ياخد نفس الملي من هنا، ده يمكن يحتاج من هنا 2 ملي او 3 ملي. الغلطه اللي بتحصل الغلطه مثلا اللي حصلت لام، ان هي مثلا متعوده تدي ابنها ستال شرب وحافظه كويس قوي جرعه الشرب، وبعدين راحت مثلا عند اختها، فاختها ما عندهمش في البيت للبيبي غير نقط، فهي بقت مضطره تستخدم النقط. هي بتدي من هنا 3 سنتي او 3 ملي، فافتكرت ان هي المفروض تدي من هنا كام؟ 3 ملي برضو. ده هي كده ضربت الجرعه في 2، لانه الستال نقط مركز اكتر. طب اللي انا عايزه اقولهولك اللي انا عايزه اقولهولك ما تبدليش. خلاص، لو هتبدلي يعني بتستخدمي شراب يبقى شراب، بتستخدمي نقط يبقى نقط. لو نويتي تبدلي ما بين الشراب والنقط يبقى لازم تبقي فاهمه الجرعه هنا كام، لان الجرعه هنا مختلفه. في على الصفحه بوست بينزل كتير لجرعات الستال حسب الوزن، سواء نقط او سواء شراب. الموضوع مش بس ستال، ممكن تلاقي تقابليها مثلا في الزرتك شرب، ممكن تقابليها في مثلا حاجات كتير قوي في منها نقط وشراب. فخدوا بالكم ما تبدلوش، لو هتبدلي يبقى افتح نشرة ده اعرف جرعته كام. اخر حاجه بقى، الاوتريفين نقط اللي بنغسل بيها انف البيبي، في منها حاجه اسمها اوتريفين بيبي سلاين، وفي منها حاجه اسمها اوتريفين اطفال. الاتنين مش زي بعض وما يطلعوش مكان بعض، وبيطلعوا بالغلط، لو جولك غلط من الصيدليه لازم تاخدي بالك وتنتبهي. الاوتريفين بيبي سلاين دي عباره عن محلول ملح عادي، ماء بحر، بيستخدم في تنظيف الانف. ممكن تستخدميه بامان جدا للرضع من عمر يوم، ممكن تستخدميه بجرعات عاليه يعني براحتك، زي مثلا انك تستخدميه قبل كل رضعه، مش هيأذي الطفل. طبعا مع استشارة الطبيب وان انت تركزي مع الدكتور وكلام الدكتور. انما الاوتريفين اطفال
ده معمول فيه مادة فعالة، مش مجرد ماء بحر. المادة الفعالة اللي فيه بتستخدم كمضاد للاحتقان، ليها حد أقصى من الجرعة. اوكي، ما تستخدمش لاكتر من فترة معينة، عدد ايام معينة، عشان ما يبقاش ليها اعراض على الانف. ما بنستخدمهاش في الغسيل الدوري للانف، ما بنستخدمهاش للبيبي اللي لسه مولود. بتستخدم للاطفال الاكبر من كده لو عندهم مشكلة، فالدكتور الاطفال او دكتور الانف والاذن بيكتبهم بجرعات معينة لمدد معينة. فخدوا بالكم وبعتوها لكل الامهات، ربنا يحفظ الولاد.